السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال دايما يا رب. عايزة النهاردة اقول لكم ان انتوا بجد وحشتوني، وانا بجد بشكركم جدا على دعمكم للقناة وتفاعلكم المستمر، ان انتوا بتعملوا لايك وشير وتكتبوا لي دايما في الكومنتات ارائكم اللي بجد بتخليني متحمسة قوي ان انا كل مرة اقول رسالة جديدة. فانا بجد بشكركم وبقول لكم يعني ربنا يخليكم ليا. اما بقى عن رسالتنا النهاردة، فهي رسالة حلوة قوي من حبيب لحبيبته. بيحبها جدا. هو كان مزعلها الفترة اللي فاتت شوية، وكان عارف ان هو منكد عليها وهو بيعترف بده. فاحنا يكفينا ان الاعتراف بالحق فضيلة. فكون هو اعترف معنى كده ان هو عايز يصالحك وعايز يقرب منك وعايزك تكوني مبسوطة وما تبقيش زعلانة منه. علشان كده احنا بنقول للحبيبة يعني رققي قلبك شوية ووسعي صدرك حبتين وصالحي حبيبك. تعالوا بقى نسمع رسالة بيقول لها بحبك ومش هقولك اي حاجة تانية غير اني بحبك. فانا اعتقد ان الكلمة دي تخليكي تفهمي انا بعمل معاكي كده ليه وعملت كده ليه. عملت كده عشان انا بغير عليكي، ومش فاهم فكرة ان انت يكون ليكي اي حد غيري تفضفضي معاه وتتكلمي وتاخدي وتدي معاه. بالنسبة لي انتي الانسانة رقم واحد، وانا طبيعي اكون في حياتك الانسان الاوحد، مش رقم واحد، الاوحد. اللي هو انتي اي حاجة تيجي في دماغك عايزة تكلمي حد تشتكيله تاخدي رأيه في حاجة تفضفضي تكلميني انا. يعني انا مش فاهم فكرة انك ممكن تطلعي اسرارنا لواحدة صاحبتك بحاجة انك عايزة تفضفضي معاها. انت ما تعرفيش نفسية صاحبتك دي ايه. ممكن تكون بتوهمك انها بتنصحك، لكن هي في الاصل ما بتنصحكيش. هي بتحقد عليكي، غيرانة منك ان انت بتحبي ومبسوطة، وحبيبك بيخاف عليكي. ممكن تصور لك الحب او خوفه عليكي ده ان هو بيخنقك وازاي بيتحكم فيكي وي 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 وي، رغم ان هي نفسها ان يكون في حياتها حد بيعمل معاها كده. ممكن تقولي ما هي مرتبطة وبتحب والكلام ده كله، بس هل الشخص اللي هي بتحبه بيديها الحاجات اللي حبيبك بيديها لك؟ هل الشخص اللي هي بتحبه محسسها آه ان هي تستاهل التقدير وتستاهل الخوف والكلام ده كله؟ ممكن هي تكون مفتقدة الأحاسيس اللي شايفاكي انت عايشاها، فبتحاول تكرهك فيها علشان تخليكي تتمردي عليا. فأنا عايزك تحكمي عقلك، تعرفي ان مش اي حد يقولك اي حاجة ينفع تجري وراها. ورغم كده انا جيت وبصالحك علشان مش حابب ابدا انك تفضلي زعلانة مني. انا كنت صرت عليكي فترة وزعلتك وصوتي عالي، بس ده من خوفي ومن حبي. وانتي عارفة انا اصلي صعيدي، وعلى رأي الشاعر الكبير هشام الجح لما قال اللي تخلي الصعيدي يحبها يبقى يغلبها. وده لان الصعيدي ده محامي طول الوقت كده. ما ينفعش اتخيل ان انتي تتكلمي مع حد غيري، تكوني لابسة ومتشيكة وواقفة مع زميلك في الشغل، مع حد معاكي في الكورس، اصل حد بيوصل. ما ينفعش الكلام ده كله، انا رفضه بتاتا. يعني ممكن اتقبل ان انتي تمشي مع واحدة صاحبتك رغم ان انا ما بحبش ده، تقعدي مع واحدة زميلتك في الشغل، لكن ما تقولش اصل احنا جروب مع بعض وخارجين ولاد وبنات. انا دي ما فهمهاش، مش في قاموسي. فانتي احترمي ده فيا، واحترمي غيرتي عليكي وتقديري ليكي. ما تحسيهاش خنقة، حسيها انها حب وتقدير وخوف عليكي، وان انا مش عايز اي حد غيري يشوفك في حالتك الجميلة دي. انت جميلة في كل حالاتك، وانا بغير عليكي طول الوقت حتى لو لسه صاحية من النوم. وبحبك دايما، وصدقيني انا مش عايز نفضل مرتبطين كده وبس. انا عايز ناخد خطوة رسمية، بس انتي ال- اللي بتأجلي الموضوع. لكن انا مش هستنى اكتر من كده. وفعلا خلاص انا خدت القرار ان احنا نكمل مع بعض، سواء بقى وافقتي او ما وافقتيش. دي مش قصتي. انا عندي استعداد اجي اخطفك من قلب بيتكم علشان اخليكي معايا لاخر العمر، عشان انا بحبك. وما ينفعش اكون انا بحبك الحب ده كله
وانتي تفضلي زعلانة مني وتقفلي كل وسائل الاتصال وما تخلينيش اتواصل معاكي. فياريت يعني تعرفي وتفهمي قصدي، وتفهمي ان انا عملته ده كله كان الدافع الاساسي فيه الحب والغيرة اللي انتي خلتيني اشعر بيها، وان انتي اللي استفزتيني ان انا اعمل كده. لكن انا مش هقبل بالتصرف ده. انا منكرش وما بنكرش ان انا ممكن اكون اتصرفت معاكي بشكل خضك، لكن ده يعلمك انك تفكري وتوزني الامور الاول قبل ما تعمليها، وتشوفي هل ده هيناسب عقلي وتفكيري وتربيتي ولا لا، هيناسب مبادئي والحاجات اللي احنا اتفقنا عليها لما ارتبطنا مع بعض ولا لا، علشان ما نحصلش في الموقف ده تاني. غير حاجة عايزة أكد عليها وأقولها لك، إن أنا بحبك ومستنيكي تيجي في أي وقت، قلبي مفتوح لك، بحبك أغلى عليا من نفسي. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، رسالة غاية في الحب وغاية في الجمال والرومانسية وكلها طاقة حلوة وجميلة. ويا رب تكون كل الرسائل بتاعتنا حلوة وجميلة، ويخلي كل الأحبة يشعروا بالمشاعر الحلوة والجميلة، لأن الحب حلو قوي، وحلو قوي لما يكون صادق وبجد، وإن الحبيب فيه خاف على حبيبته. وربنا يجمع شمل كل الأحبة يا رب. أقول لكم السلام عليكم، واستنوني مع رسالة حب جديدة.